ما كان مقررا اليوم مثل المتهمة والعائلة ديال أنور رحمه الله وبعض الأصدقاء ديالو أمام قاضي التحقيق. لكن اليوم كانت وقعت واحد المشكلة، وهي أن الجلسة ديال اليوم تزامنات مع الإضراب ديال المحامين اللي عارفينهم بأنهم داخلين في إضراب المقاطعة ديال الأعمال ومقاطعة ديال كل ما هو علاقة بالعمل داخل المحاكم. وبالتالي مجموعة المحاكم أجلت الجلسات ديالها. قاضي التحقيق كان أمام أمرين: إما أن يستمع إلى المتهمة وخالها في غياب المحامي، وهذا ما يمنعه القانون، لأن القانون كيعطي الحق للمتهمين كاملين بالحضور ديال المحامين أثناء جلسات التحقيق، وبالتالي تثبت المحامي بأنه خص الحضور ديالو. نفس الشيء كان الاستماع كذلك، الحضور المحامين كيكون ضروري مع العائلة. في اتصال مع المحامي يطبق القرار الذي اتخذته الهيئة المحامين، وهو الإضراب الاحتجاجي على الضرائب اللي علن عليه. وبالتالي المحامي ديال العائلة أنه التزم بالقرار النضالي اللي اتخذوه المحامين وما حضرش. هذا لم يمنع قاضي التحقيق أنه يستمع، لأنه يستمع ما يسمى بالشهود، لأن الشهود ماشي بالضروري يكون عندهم المحامين، لأن المحامين كيكونوا فقط عند المتهمين وعند الضحايا. فاستمع الشهود، وربما يتطرح السؤال: شكون هما الشهود والجريمة أبدا؟ الشهود هما أصدقاء والصديقات والزملاء، بعض الزملاء والأصدقاء المقربين ديال المرحوم أنور، اللي ارتأى قاضي التحقيق أنه يستمع لهم وعلى الأقل يوجه لهم مع الأسئلة اللي من حقه يوجه لهم باش يضيع له التحقيق، مثل مثلا شكون يعرفوا على هذه، فوقاش شافوه، فوقاش كذا، واش كيعرفوا هذه المتهمة، واش، لأنهم الأصدقاء المقربين ديالو، لأن يطرح مثل هذه الأسئلة: هذه المتهمة اللي قتلت واش كتعرفوا، واش عرفوها، واش فايتها. هذه أسئلة اللي تطرح على الشهود من أجل إنارة التحقيق. العديد من الأصدقاء والزملاء ديالو الصديقات استجبوا لهذه الدعوة بأثر، لأن الغاية ديالهم هما إنارة التحقيق باش يوصل لهذه، فحضروا إلى الجلسة حوالي واحد 6 ولا 7 ديال الأصدقاء والصديقات، واستمع لهم قاضي التحقيق وجاوبوا بصراحة على كل الأسئلة اللي كانت. اللي يمكن السؤال الكبير: واش كاينه شي معرفة مسبقة، ولا واش كاينه شي معرفة اللي هي ديال الضحية أنور الله يرحمه بهاد المتهمة، على حساب النطق ديال المتهمة اللي كتقول، على حساب هذه، وعلى حساب العائلة، بأنه يمكن المرحوم أنور باش يمكن أكيد أنه لأول مرة كيتلاقى بهاد المتهمة وكيلتقى هكا. يمكن يكون تلقى بها عبر وسائل التواصل، هذا ما يمكن يحكم عليه إلا بعد الاطلاع على الوسائل التواصل وعلى ديالو. مع كامل الأسف أن المجرم الذي ارتكب كان ذكيا، ولكن القانون غيكون أذكى منه، لأن مع كامل الأسف أنه تم مسح كل المعلومات وكل الأشرطة اللي كاينه في المواقع التواصل ديالو. يعني تمسحات ليلة قبل في الليل ابتداء من 12 ديال الليل ديال الجمعة اللي كان هو تقتل فيها، بدات كل الوثائق ديالو، المعلومات ديالو في وسائل التواصل كتمسح. وهذا سؤال آخر يطرح: علاش تمسحات، ومن مسحها، وشنو الهدف من المسح منها، وشنو هذا اللي مسح داكشي، شنو بغى يخبع؟ نجدوا نأكدوا أن لنا ثقة في قاضي التحقيق، وبأن التحقيق يلاه دابا الجلسة الثانية، وأنه التحقيق يمكن يطول شي شوية، وهذا الطول ديالو ما كيخدم حتى شي واحد، خاصة العائلة. كانت اليوم الأم ديالو حاضرة باش تستمع واللي يستمع لها، هذا كانت الأم حاضرة، وانتم شفتوا الأم في وضعية ماشي هذيك. وبعد ذلك مباشرة بعد الجلسة ما عطيناكمش التصريح مباشرة، لأن مباشرة بعد الجلسة التحقت بالطبيب النفساني الذي يتابعها من أجل العلاج ديالها.
انا قلت لكم يعني ما نقدروش، لان في الجلسه ديالنا ما كنحضروش، باقي ما دارش المواجهه، باقي ما دارش المواجهه باش نقولوا ماذا صرحت المتهمه ولا متصرح. الواقع اللي عندنا ان تمسحات المعلومات كامله شخصيه، كل شيء اللي عنده في انستغرام واللي عنده في الفيسبوك واللي عنده في تمسح، يعني ما بقى حتى شي اثار تما، وبدا كيتمسح من منتصف الليل ديال الجمعه، والجريمه كانت قبال منتصف الليل. يعني اللي مسح عارف علاش كيمسح وعارف علاش كيمسح. انا شخصيا نستبعد، وهي في المغرب لا يمكن ان تستبعد، في الواقع ما يمكن، نستبعد كل الاستبعاد كيفاش دازت الجريمه والبنيه الجسديه ديال المرحوم انور. نستبعد ان القاتل يكون واحد، ولكن كل شيء ممكن، كل شيء ممكن في عالم الجرائم، كل شيء ممكن نستبعده. وانا كنقولوا عندنا ثقتنا بان الحقيقه ستظهر، بان الحقيقه تبان، غير نتمناو الحقيقه تبان بكري، لان شحال ما تاخرت وفي نفس الوقت ما باغينش التسرع، بغينا السرعه وماشي التسرع، لان التسرع يمكن يعطينا مظلومين، وحنا ما بغيناش مظلومين، حنا بغينا الحقيقه، كل الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. وشكرا لكم كمواقع. نشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.